ناشدتها يا غرباتي أوهكذا يجني الزمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا في جافا في الكلاسات والأوبجكت، لأن هي أساس لغة جافا، في تفاصيل جدا كثيرة، تمام؟ لكن أنا حبيت أبدأ بالبسيط إلين أوصل للجزء الصعب. الآن أنا غطيت معظم المفاهيم السهلة عن الكلاس والأوبجكت، عشان كذا حنغلق الجزء اللي يخص المحتوى الداخلي وهي بقية الشفرات، يعني زي اف ووايل وفور والكلام هذا. بعد كذا بعد ما يكون عندنا معلومات كويسة عن هذا الموضوع، نبدأ كمان نتوسع، نخش في موضوع الوراثة، ونخش في موضوع ونفهم ايش يعني بابليك وبروتكتد، ونفهم ايش يعني ستاتيك، ونفهم الكونستانت، ونفهم أشياء جدا كثيرة. عشان كذا خليك معايا في المثال اللي حشرحه الآن. طبعا احنا قلنا هذا الكلاس جميل، وخلاص انت عندك تصور عن الآن ايش يعني كلاس، وعندك هنا اللي هو المتغيرات، وعندنا هنا الدوال. لاحظ الدوال. طبعا في بالنسبة لمفهوم الكائنات والكلاسات في تفاصيل جدا كثيرة، لكن الآن المفهوم البسيط موجود عندك. احنا الآن حيكون تركيزنا على ايش في الجزئية التالية، يعني حيكون تركيزنا على ما بداخل الدوال. يعني ايش الشفرات اللي تكتب هنا، ايش الاشياء اللي تكتب هنا، لانه احنا نعرف انه هنا متغيرات، يعني ما في شيء جديد، وهنا بلوكات. خلاص عرفنا بس الطباعة، لكن هل بس الطباعة اللي موجود في اللغة؟ لا، موجود اشياء كثيرة. اللي حيصير اننا حنركز على ما بداخل البلوك. يعني انا اخذ هذا البلوك كمثال، هذا البلوك موجود هنا، نكبره. ايش الشفرات اللي تكتب هنا؟ جميل. فحنفهم معظم الشفرات اللي موجودة في لغة جافا على أساس نقدر نطبق برمجيات معقدة أو صعبة. بعد ما نفهم هذه الجزئية اللي موجودة هنا ونعرف نكتب، يصير شكل الكلاس عندنا بالشكل هذا. المتغيرات هنا، البلوكات بالشكل هذا، البلوكات موجودة عندنا بالشكل هذا. الأكواد المعقدة خلاص يكون عندك خلفية مسبقة عنها تكتبها هنا. لاحظ الآن شكل الكلاس، صار شكل الكلاس بالطريقة هذه. صار أنت عندك مفهوم عن الأكواد، عن المتغيرات، عن الميثود، عن محتويات كل ميثود، عن طريقة استخدام الكلاس والأوبجكت. بعدها يجي التوسع في مفهوم الوراثة، كيف نستخدم البروتكتد، البابليك، البرايفت، أشياء جدا كثيرة. عشان كذا احنا حنركز من الجزئية أو من الدرس اللي بعد هذا الدرس على الكنترول استراكشر بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يومها ماذا نقول؟ يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال، كلهم شر وبال إلا من نال القبول. يوم يغشى الناس